لكم واضحة وصريحة ومش هراجع كلامي. انا هخبط كلامي زي ما تيجي. انا واحد من ناس مصري بتهان في قلب بلدي اهانة وخليته العالم كل العالم يشوف اهانة الشعب المصري لما بيكبر في السن بيتذل ويتهان عشان 100 عملة يفتح لايف. ما انت لو يفتح لايف ومستني واحد يديله ولا واحدة تديله 100 عملة، دي اهانة للشعب اللي بقاله 7000 سنة بيتهان. ما انت لو بتديني معاش كويس وحافظ كرامتي، اقل شيء 5 6000 جنيه عشان اقدر امشي، بس اقدر امشي مع العالم. بس للاسف انت بتديني كام معاش؟ 2300 جنيه. بيعملوا ايه مع راجل فاتح بيت؟ ما انت بتاخدهم كهرباء وغاز وميه وايجار، بتاخدهم مني تاني، وعايش انا متسول في وسط العالم والناس مستني كل اللي يسوى واللي ما يسواش عشان يديني 100 عمله. انا بقول لكم يا مصريين، المصري لما بيكبر في السن بيتهان في البلد دي. انا واحد من الناس بتهان، ست كبيره بتتهان، احنا بنتهان في قلب بلادنا ومحدش حاسس بينا غير ربنا. ليه تعمل فينا كده؟ عشان ايه يعني؟ وانا لازم اكون طالع من المؤسسه العسكريه او من المؤسسه الداخليه الشرطه اطلع معاش عشان تديني معاش محترم وتحفظ كرامتي في وسط العالم والناس؟ انا مواطن عادي امنت على نفسي وطالع 67 سنه باخد معاش 2300 جنيه. هيعملوا لي ايه يا مسؤولين يا اللي في البلد؟ اروح اشتغل 67 سنه يقول لي انت جاي تموت هنا؟ اروح اشتغل في المعمار بشغلتي يقولوا انا مش قادر، خلاص 67 سنه مش قادر اشتغل. طب اعيش ازاي؟ اموت يعني؟ طب موتونا. لولا انه كفر كان واحد موت نفسه. لولا انه ده كفر كان واحد موت نفسه وارتحنا من البلد دي. انا بنصح نصيحتي بقولها على العام لكل الناس، لكل الشباب اللي موجودين في مصر: الحق نفسك وهاجر من مصر، ما تقعدش فيها، ما تقعدش في قلب مصر. مصر مش بلدنا، مصر